السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتنا حلاوة الأكل المصري. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كده دايما تكونوا بخير وفي أسعد حال. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض المحشي المشكل الجميل بتاعنا، اللي طبعا ما فيش سفرة مصرية بتخلى من عليه. المحشي بتاعنا سهل جدا بسيط. هو بس تتبعي الخطوات، ونظمي وقتك، يعني خطوة خطوة كده، ابدأي بحاجة حاجة علشان تحسي ان موضوع المحشي ده بسيط وسهل وخلص معاكي بسرعة. طبعا انا اول حاجه طبعا جبت الخضار غسلته بالشكل ده كده وجهزته، اللي هو ايه الكوسه والبتنجان والفلفل. وبعد كده غسلت الطماطم غسلتها كويس وبعدين قطعتها قطع كده، اي تقطيع انت، بس اهم حاجه تغسليها كويس وتقطعيها وتحطيها في حله على النار علشان تتسلق معانا. وبننساها شويه لحد ما يعني نسيبها بقى مع نفسها لحد ما تبدا تتسلق خالص، وتبدا تبقى داخله في السوي بتاع يعني تتسبك كده. بعد كده طبعا انا بعمل ايه بقى دلوقتي انا هبدا اجهز الخضار. ان انا بقى طبعا هقوره، هبدا بالاول اول حاجه هبدا بها الكوسه. معايا الكوسه اهيت. الكوسه بقى يا جماعه علشان تبقى يعني تطلع معاكي حلوه، ما تقورهاش قوي، يعني حاولي على قد ما تقدري، يعني ما تخرجيش منها كل اللي فيها. سيبي كده يعني حاجه بسيطه في قلبها كده زي ما انتوا شايفين كده معايا. انا بحب كده، يعني ما بحبش ان انا اقعد اقور فيها، يعني اخليها على القشره، لا. انت كده بتضيعي فايدتها وخلاص. وبعدين انا عايزه اقول لكم على حاجه، ان يعني القلب بتاع الكوسه ده اللي انا بطلعه ده انا ما برمهوش، في الاخر هنعرف احنا بنعمل منه ايه. زي ما احنا شايفين كده بقور كل الكميه بتاعه الكوسه اللي معايا، وبعدين ببدا ادخل على البتنجان. اهم حاجه الخضار يكون مغسول كويس قبل ما تبدأي فيه، علشان يبقى يعني طبعا احنا يعني الحاجة لازم تتغسل كويس جدا. زي ما احنا شايفين كده البتنجان بردك بقوره بالشكل ده، وبنقي طبعا البتنجان لو ناشف ممكن ان انت تطريه بايديكي شويه، يعني ممكن تحاولي ان انت تفركي فيه شويه كده، هتبصي تلاقيه طرى معاكي، والقلب بتاعه بيطلع معاكي بسرعه. هخلص بقى زي ما احنا شايفين كده، وبعدين نشوف الخطوات اللي بعد طبعا كده. ده قلب الكوسه اللي طلع معايا من تقويرها، انا ما برموهوش، انا بستخدمه في حاجه دلوقتي هنشوفها. معانا طبعا الكرنب زي ما احنا شايفين كده، جبنا كرنبايه حلوه كده صغيره. طبعا انت بتنقيها، بتكون طبعا زي ما انتوا شايفين كده محمله كده، ما تكونش طريه من القلب كده بتاعها علشان تبقى فيها ورق كتير. ببدأ طبعا امسكها من الراس بتاعها كده بتاعتها، وبعدين ابدأ اقطع كده بالشكل ده. دي طريقتي في تقطيع الكرنب. في ناس بتفصصها ورقة ورقة، وفي ناس يعني بتقطعها قطع. انا يعني ما بفضل الطريقة دي احسن، يعني بحس كده اني ما بتهدرش منها كتير، وبحس كده ان هي طريقة سهلة كده، وبتخليكي يعني تسلقي الورق بتاعها بسرعة، وكل ورقة بتطلع سليمة. وطبعا الطريقة دي بتاعت يعني الناس بتوع زمان، اجدادنا والناس دولت كانوا دايما يعملوا يعني الكرنب بالطريقه دي. طبعا انا معايا هنا حله فيها طبعا ميه علشان اسلق فيها الكرنبيه بتاعتي. حطيت معلقه ملح، وحطيت كمان معلقه كمون، وسبت الميه لحد ما غلت. وبعد كده بدات حطيت الكرنبايه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، من الناحيه اللي انا شلت منها الراس بتاعتها حطيت الكرنبايه، وبعد كده قلبتها بالشكل ده. وببدأ دلوقتي ان انا اطلع ورقة ورقة. شوفوا ما شاء الله الورقة طالعة سليمة ازاي، طالعة يعني احسن طريقة تقدري يعني تعملي منها كميات كبيرة قوي من الكرنب، تسلقيه وتخزني، هي الطريقة دي. صدقوني يا جماعة، لان هي دي فعلا طريقتي. حاولت ان انا اجرب الطرق التانية، حسيت ان هي بتهدر الورق وبتبهدل الكرنب بصراحة، ما بتطلعش معايا يعني حلوة كده زي ما انتم شايفين كده، الورقة بورقتها كده. طبعا زي ما احنا شايفين خلصت طبعا سليق الكرنبايه. الورق ده بقى طبعا انا كنت بطلعه وبحطه في ميه بارده على طول، يعني تكون ميه كده ساقعه علشان خاطر اوقف السوي بتاعه، ما يبقاش الورق سخن واحطه في ميه او اسيبه يستوي اكتر يتهرى مني. طبعا انا كنت غسلته، يعني انا غسلت الكرنبايه قبل ما اسلقها، على فكره انا قبل ما اسلقها غسلتها، وبعد كده بعد السليق رجعت شطفتها تاني بميه بارده، وبعدين بدأت أقطع بالشكل اللي احنا شايفين ده. طريقة تقطيعه سهل جدا. قطعت كل الكمية اللي معايا،
وبقى جاهز معايا عشان الحشو. انا بحب دايما يعني في المحشي ده هو خطواته كتيرة، فانا بحب انظم يعني الخطوات بتاعته، بحيث ان انا اكون مخلصة كل حاجة، واقفة بقى على ايه ان انا الف او احشي المحشي بتاعي واخلصه. بقطع طبعا الورق علشان يبقى جاهز معايا لللف او للحشو. ما شاء الله، يعني هي كرنبايه صغيرة بس طلعت شوية ورق حلوين يعني. ولو انت حابة انك انت تخزني من الكرنب ده الورق دوت، بتاخديه بتقطعيه كده بنفس الطريقه وبتخزنيه. احنا نبقى نعمل فيديو باذن الله ازاي طريقه تخزين الورق الكرنب. وانا بفضل ان الكرنب اللي يتخزن يكون في الشتاء احسن بكتير من ده، علشان ان زي ما احنا عارفين ان الكرنب البلدي دايما بيكون موجود في الشتاء، وده بيكون احسن انواع الكرنب للتخزين، بيفضل معاك من الموسم للموسم. الخطوه اللي بعد كده جبت حله وحطيت فيها زيت ونزلت بكميه كتيره كده من البصل، اكون فرمه طبعا زي ما احنا شايفين كده ناعم، وبسيبه لحد ما يدبل خالص معايا. لحد انا يعني مش بحمره، انا بسيبه يدبل بس. وطبعا الطماطم كانت استوت وضربتها في الخلاط وصفيتها، وكمان معايا خضرة المحشي اللي هي الشبت والبقدونس والكزبرة، غسلتهم وقطعتهم بالشكل ده. وده البصل انا يعني بستكفى بكده، يعني ما بخلوش يتحمر قوي، بيديني طعم بصراحة احلى بكتير ما بتحمريه قوي. هنا بقى هنزل بصلصة الطماطم كلها او بالطماطم اللي انا عاملاها، هنزل على البصل بالشكل ده وهسيبها بقى تتسبك مع نفسها كده. بس الاول هحط لها التوابل بتاعتها. التوابل اللي معايا فلفل اسود، نص معلقه من الفلفل الاسود، ومعلقه من الكزبره، ومعلقه من الكمون، ونص معلقه من الشطه، وده حسب الرغبه. انا مش بحط توابل كتيره على المحشي، انا بس التوابل اللي بستكفي بها هي الكمون والكزبره والفلفل الاسود والشطه. طبعا هنا كانت الطماطم اتسبكت معايا خلاص. هنزل دلوقتي، انا طفيت خلاص النار، يعني دلوقتي النار مطفيه عليها. هنزل بكمية الخضرة اللي معايا، خضرة المحشي. وتعالوا بقى نشوف الخطوة اللي بتطعم المحشي. الخطوة دي جميلة جدا. انا هنا معايا بصلاية ومعايا طماطماية، بحطهم في الكبة بالشكل ده كده وبيطلعوا لي النتيجة دي. بصراحة يا جماعة الخلطة ديت بتفرق كتير لما بتحطها على المحشي، بتفرق في الطعم جامد، يعني بصراحة بتطعم لك المحشي بطريقة رهيبة. هنا طبعا كنت غسلت الرز وسبته يتصفى. هنزل بقى بالخلطة الجميلة بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها. الخلطة ديت يا جماعة بجد جربوها، يعني بصراحة بتطعم المحشي بطريقة رهيبة. هقلب كل الكمية كده في الرز قبل ما انزل بالصلصة او التسبيكة بتاعت المحشي. بقلب كويس وبعد كده بنزل بقى على الرز التسبيكة بتاعت المحشي اللي احنا طبعا مجهزينها. انا لما حطيت الخضره على التسبيكه انا كنت طافيه النار، مش بسيب الخضره على النار، يعني تكون النار مفتوحه على التسبيكه، لان الخضره هنا بتغير لونها. فانا حابه ان انا اطفي الاول وبعد كده اضيف الخضره بتاعه المحشي على التسبيكه. طبعا هنا كنت عملت طبعا الفرشه بتاعه المحشي كده. هنا بقى استخدمنا قلب الكوسه اهو يا جماعه، حطيناه في ارضيه الحله اللي هنحشي فيها، وحطينا طبعا طرنشات من الطماطم والجزر والبصل. كل الحاجات ديت بصراحة بتفرق كتير وبتدينا طعم جميل جدا. ورشيت شوية كمان من خضرة المحشي. وبدأت دلوقتي احشي الكمية اللي معايا من الكوسة والبتنجان والفلفل. هخلص بقى كل كمية المحشي كده اللي معايا، وبعدين نرجع تاني نشوف احنا هنعمل ايه. هنا طبعا كنت بدأت في حشو الكرنب، سهل جدا. انا مجهزه طبعا الورق ومقطعينه مع بعض. ما شاء الله الصابع جميل طالع معايا مظبوط، ولا هو تخين ولا هو رفيع قوي، ويعني ما بيتفكش مني خالص، يعني الصابع بجد مظبوط. اخلص بردك كميه الورق اللي معايا، وبعدين طبعا الكرنب بحطه في حله لوحده، يعني انا مش بحطه مع الفلفل والكوسه والبتنجان، انا بحط الكرنب في حله لوحده. زي ما احنا شايفين كده خلصت كميه المحشي بتاعه الكرنب اللي معايا وكميه المحشي الكوسه. ما شاء الله زي ما احنا شايفين.
طبعا هنا بقى جينا لمرحله التسويه بتاعه المحشي، ودي سهله جدا. اهم حاجه هنا بس تخلي بالك وانت بتحطي المقدار بتاع الشوربه ما يكونش كتير في المحشي. هنا طبعا معايا شوربه فراخ او شوربه لحمه اي حاجه، بس الشوربه ديت شوربه فراخ. حطيت فيها معلقه صلصه وحطيت فيها معلقه ملح، وبدات اسقي المحشي بتاعي بالشكل ده. وما تنسيش ان الكوسه اصلا بتنزل سوائل، فاعملي حساب الحته دي علشان ما يتهرش منك. وبرضك نفس الطريقه في محشي الكرنب، بحط الملح على وش المحشي، وفي نفس الوقت كمان بجيب الشوربه. بس اهم حاجه هنا انا بزود هنا معلقه الصلصه شويه على محشي الكرنب، علشان خاطر بيتحمر لي كده المحشي وتخليه لي طالع جميل معايا. وسقيته بردك بالشوربه، بس اهم حاجه السطر الاخير ده يبقى باين، ما يبقاش متغطي خالص بالمرقه. ونحطه بقى على النار، واول ما يغلي معاكي بتهدي عليه النار وبتسيبيه لحد ما يستوي. ما شاء الله المحشي بتاعنا استوى وبقى جاهز للتقديم. حاجة كده تحفة، ريحته جميلة جدا، جميل ما شاء الله، طالع معايا زي ما احنا شايفين كده بالشكل الجميل ده. قدميه بألف هنا وشفا للي هياكله يا رب كده. واتمنى بقى لو الفيديو بتاعنا عجبكم، اتمنى يعني ان انتوا تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم مننا كل جديد بإذن الله. وبشكركم جدا على حسن مشاهدتكم للفيديو. ادعمونا بقى يا جماعة وشجعوا القناة كده علشان نتشجع بيكم والقناة تكبر بيكم بإذن الله. كل سنة وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.